عيوني، إذا زعلت بيزعلوا، إذا ضحكت بيضحكوا. موف، هيك بحسه أنوثة. هاي بنات، عندي لكم اخبار كثير اليوم. اذا بدكم فيكم تقولوا عنهم اخبار، نصايح، تيبس، تريكس، اللي بدكم اياهم. رح نبلش اول خبريه برموش. كلنا بنقول يا ريت عنا رموش كثير طوال، كلنا بنروح بنركب رموش وبيهروا رموشنا وبنعاني كل نهار ونحن حاسين في تقل بس من وراء الفيك لاشز. انا عندي طريقه خلصكم منها. خليني اقول لكم اول ستيب نحن بحاجتها، او اول ماتيريال نحن بدنا اياه. رح نجيب هيدا المكبس تاعول الرموش، اوكي، ورح نجيب قلم كحله، حيلا قلم كحله اسود نحن بنحسه ووتر بروف. بناخذ المكبس من فوق، هيدا الخط الفوقاني مش محل الجلده، من فوق بنجيب القلم الاسود وبنرسم لاين صغير من فوق، عريض سميك اللي بيزبط معكم. حيلا رح فرجيكم انا كيف. حيلا خط، خليني فرجيكم، شايفين؟ اوبس. ناخد هيدا الخط ويلي بنعمل فيه، بنجيب المكبس بنكبس رموشنا لفوق وبنطلع لفوق ل10 ثواني، بنرجع بنريح، بنطلع لتحت كمان 10 ثواني. بنعمل هاي العين وهاي العين زيت الشي، يعني 20 ثانية ب20 ثانية على القد، بتعدوا بقلبكم 10 ثواني. بعد ما نخلص من هيدي ستيب نجي بنجيب ماسكارا. أنا بحب ريميل لندن، هيدي الماسكارا كتير بحبها، It's Wake Me Up ماسكارا. بنجيب بنعمل أكتر من طبقة، يعني طبقة 2 3 4 قد ما بدنا، وبهيدي الطريقة بنحصل على رموش كتير كثيفين وكتير طوال. مش معقول شو بشوف بنات حواجبهم هالقد بيعملون هالقد عن جد، يعني كأنه حدا حاطط لهم ستيكر ملزق لهم اياها وهن ماشيين فيها. لا، لازم نعتمد ستابس للحواجب. أول شي لازم نكون منظفين حواجبنا. أما إذا كنتم من البنات اللي ما بحبوا يقيموا حواجبهم، بحبوا يضلون على طبيعتهم، كمان هيدي النصيحة رح تنفعكم. لما بدكم تنظفوا حواجبكم وترتبوهن، استعملوا هالشغلتين. هيدي الريشة يلي إلها هيدا الراس من هون، يلي بيجي مثل الاسفنجة، بتمشطوا فيه حواجبكن تلوح، ترجعوا بتستعملوا الجل. أنا كتير بحب استعمل الجل، ما بحب استعمل ولا قلم ولا بحب استعمل باودر. القلم إذا حطيتوه رح يبين إنه مرسومين رسم، بس إذا استعملتوا الجل، مثلا أنا بحب استعمل براون، هيدا البراون جل، دارك براون جل من ميبلين اسمه براو دراما، كتير بحبه وكتير فيكس وبضاين. ولا شي، بحطهم هيك، برفع فيهم لفوق حواجبي وبمشطهم بالطريقة يلي بتناسب رسمة حواجبي. وهيدا especially for brows، يعني بس للحواجب، منه باودر ولا قلم جايبينه ما بعرف من وينه عم نستعمله. ثالث تريك أو ثالث نصيحة لليوم، نجي لللبس. كلنا بنقول يا ريت عنا لبس كتير كبار، وفي كتير بنات بيقولوا نحن ما بنحب نحط فيلرز ولا بوتوكس. أنا وحدة مثلكم، شفافي كتير صغار هالقد قدهم، بس شو بعمل؟ بشتري good products كبرن فيهن. أول شي بنستعمل مرطبات بالليل وبالنهار، ونحن وعم نحط ميك اب بنحط مرطب. أنا بحب استعمل فازلين، فينا نستعمل حيلا ماركة تانية. تاني شي، نحن وعم نرسم شفافنا ما بنرسمهم على قدهم، اوكي، يعني بنرسم رسمتهم بس مش حواليهم الشفاف، خلينا نكبرهم أكتر. anyway الخط اللي من تحت بنرسمه أكبر من الخط اللي عنا، ومن فوق بننزل بالزوايا من فوق لتحت، ما بنطلع طلوع، بننزل نزول. ولنحافظ على حمرة كل نهار دايما بنستعمل فوقها الفيكسر، مثل ما في فيكسر للوجه في فيكسر للشفاف. فلما تنقوا حمرة
نقوها دبل لبستيك وفيكسر. حمرة الشيء اللي مش معقول اظهر بالين البيت الحمرة، نو واي. هيك ما فيي، يعني فيي ما اكون حاطه فاونديشن ولا مزبطه شيء بوجهي، بس انه الحمرة بحبها. هيك بكون خلصت النصايح يلي انا عندي اياهم لليوم. بعد في عنا كتير نصايح وتبس وتريكس واخبار رح خبركن اياهم بس بالفيديوز التانيين. اذا حبيتوني وكان عندكم شي سؤال ما تنسوا الكومنت تحت، وfollow me on Instagram, Facebook, وسناب وتويتر. Don't forget to subscribe my page on YouTube. Bye.